يا مساء الفل. تفتكروا ايه اللي بيحرك العالم؟ اهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5، البرنامج اللي بنلخص فيه اهم واقوى الافكار في 5 دقايق وبس. في السلسلة اللي فاتت عرفنا ان المال مش مجرد ورق او ارقام، دي قوة بتديك حرية وبتخليك تختار وتقرر من غير ما تكون مضطر. لكن هل المال لوحده كفاية؟ الحقيقة ان المال جزء من اللعبة، بس في قوة اكبر بتأثر على قراراتنا وعلى فرصنا وحتى على اموالنا. القوة دي اسمها السلطة او القوة. لو بصينا حوالينا هنلاقي ان اللي عنده سلطة ممكن يوجه اللي عنده مال، واللي عنده مال ممكن يستخدمه عشان يوصل للسلطة. الاتنين مربوطين، ولكن دايما السلطة هي اللي ليها الكلمة الأخيرة. تخيلوا معايا واحد اسمه عمر اشتغل وتعب وطبق كل الخطوات المالية الصح، بدأ من الصفر، وبعد سنين قليلة بقى عنده مال وشركات واستثمارات. الناس كلها شايفاه ناجح وبيقولوا ده مثال لقوة المال. لكن في يوم صدر قانون جديد من الحكومة قلب موازين لعبته كلها. قانون واحد خلى بعض استثماراته تنهار وخلاه يدفع ملايين ما كانش عامل حسابها. وقتها عمر فهم ان المال قوة فعلا، لكن مش اقوى قوة في العالم. في قوة تانية اكبر هي اللي بتقدر تحافظ على المال او تدمره في لحظة، وهي السلطة. واحنا مع بعض في السلسلة اللي فاتت مشينا خطوة بخطوة في رحلة المال، وعرفنا ازاي المال بيكون أداة للحرية. لكن دلوقتي جه وقتنا نوسع الدايرة أكتر ونسأل مين اللي بيحرك اللعبة الكبيرة. وزي ما اتعلمنا ان الفهم هو بداية السيطرة، لازم نفهم قوانين القوة. القوانين دي مش مجرد أفكار نظرية، دي دروس اتجمعت عبر التاريخ من قصص ملوك وقادة ومفكرين وحتى رجال أعمال. ناس عرفت تستخدم القوة بحكمة، وناس تانية استخدمتها بغرور فضاعت حياتهم. السلسلة الجديدة اللي هنبدأها من الحلقة اللي جاية هندخل مع بعض كتاب بيكشف عن 48 قانون للقوة. هنشوف ازاي القوانين دي ظهرت في مواقف حقيقية، وازاي احنا كمان ممكن نفهمها ونستفيد منها. الفكرة مش انك تبقى متسلط او شرير، لا، الفكرة انك تبقى واعي، لان القوة حوالينا طول الوقت. لو ما فهمناش قواعدها هتستخدم ضدنا، ولو فهمناها هنقدر نحمي نفسنا ونكبر بذكاء. والنصيحة اللي أحب أسيبها معاكم قبل ما نبدأ الرحلة الجديدة، ما تفتكرش إن المال بس هو الحل، لأن من غير وعي بالقوة اللي حواليك الفلوس ممكن تضيع في لحظة. خليك دايما فاهم إن اللي بيملك القواعد هو اللي بيملك اللعبة. استعدوا معايا، لأننا هنبدأ رحلتنا من قوة المال لقوة السلطة. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تبدأ معانا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.